حكايتنا النهاردة عن الفنان رشدي أباظة والحنة. تعالوا معايا نعرف الحكاية إيه. مع الأسف المرأة لا يمكن تطلع لمستوى الرجل. كان المفروض المرأة تتفوق على الرجل في حاجتين اتنين: شغل المطبخ وتفصيل الهدوم. مع ذلك أحسن طباخين في العالم رجالة، وأحسن مصممي أزياء برضه رجالة. كانت البداية لما عرف الفنان رشدي أباظة بحقيقة مرضه من التقارير بالمستشفى الإنجليزية عن حالته وإصابته بالسرطان، وهي التقارير اللي سربتها ليه والدته ليلى لويجي، وعرف إن الحالة ميؤوس منها، فتوجه إلى طبيبه الخاص وصديقه الدكتور جمال العرفان. وفعلا الدكتور أكد له حقيقة مرضه، وكان الفنان رشدي أباظة بيشعر ببعض الآلام، بس هو كان فاكر إنها بسبب الإجهاد وضغط الشغل. ولما الأطباء عرفوا بوجود ورم في المخ افتكروا إن الورم في مكان واحد، لكن الورم انتشر في الجسم كله. وبعد أن أجرى الجراحة في لندن واستأصل الورم رجع الآلام تاني، لدرجة إنه يوم زفافه على نبيلة آخر زوجاته لم يستطيع الصمود وطلقها، وبرر إنه عاش حر وهيموت وهو حر. وفي نزلة السمان بنى مقبرة هناك وكتب عليها التاريخ اللي حدد له الدكتور يوم وفاته، اللي هو مارس 1980، لكن توفى يوم الأحد 27 يوليو. وقبل وفاته فضل يدور الفنان رشدي أباظة على عم دنجل عامل الإكسسوار، ودوروا عليه كتير لحد ما وصلوا لعم دنجل. وقعد رشدي أباظة مع عم دنجل واتكلموا شوية، وكان في بينهم سر. وكانت وصية رشدي أباظة لفكري أباظة إن ما يدفنش إلا بوجود عم دنجل. وبعد أيام توفى رشدي أباظة، وهنا انكشف السر اللي بينه وبين عم دنجل. نزل عم دنجل المقبرة وملأ المقبرة بالحنة والريحان، ولما سألوه انت بتعمل ايه قال لهم دي وصية رشدي. كان طول حياته مش بيصلي ولا بيقرأ قرآن. وقبل وفاة رشدي طلب من صديقه الفنان أحمد رمزي إنه يساعده في الوضوء والصلاة، وعم دنجل بعت أخوه عباس يجيب الحنة على الموتوسيكل. وفي حاجة غريبة حصلت، وعربية الأسعاف في الطريق كانت الدنيا زحمة، عربية نقل محملة رمل خبطت شخص راكب موتوسيكل. مين يا ترى الشخص ده؟ أيوة هو عباس أخو عم دنجل. شوال الحنة على الأرض. طلب دنجل من السواق إن يركن على جنب ليتأكد من الجثمان اللي تحت الورق، وفعلا لقوا عباس ميت على الأرض. طلب من سواق الإسعاف إنه يتحرك عشان يدفن صديقه رشدي أباظة وينفذ وصيته، وبعد كده رجع دفن أخوه. إيه بقى حكاية الحنة؟ قال المكير محمد عاشوب إن السبب ورا الحنة إن الفنان رشدي أباظة كان من وجهة نظره إن الحنة بتحلل الجثة بسرعة شديدة لأنها سخنة، فبتحلل الجثة. كأنه قال لنفسه مش عايز أقعد وجثتي تعفن، أنا عايز أبقى فجأة هيكل عظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما تنسوناش في اللايك والكومنت، ولو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس.